ريال مدريد يسلم الصدارة لغريمه برشلونة بعد إصراره على التعادل للمرة الثالثة تواليا، وهذه المرة أمام جار الغريم جيرونا بهدف لمثله. لحظة، أنت قلت المرة الثالثة على التوالي؟ ايه صحيح، ريال مدريد منذ 3 جولات لم يعرف طعم الفوز، واخر انتصار كان قد حققه ضد فالنسيا، يعني من الجولة 11. ومن وقتها ريال مدريد راضي بالتعادلات وتضييع النقاط مباراة بعد مباراة. تعادل مع رايو فايكانو بلا اهداف، تعادل مع إلتشي بهدفين لمثلهما، واليوم يتعادل مع جيرونا. بفهم منك أن الريال ضيع على نفسه 6 نقاط فقط آخر 3 جولات. أكيد، وهال6 نقاط كانت كفيلة لو حققها تبقيه بالصدارة بفارق مريح عن البرسا، ولكن الدوري هذا الموسم عبارة عن تقديم مستوى كروي غير مقبول ومرفوض، والمخصوص بهذا الكلام الفرق الكبرى البرسا والريال. بس البرسا أمس انتصر وحقق المطلوب، بس الانتصار كان باهت، كما كان يمكن أن يحدث ذلك في مباراة اليوم. الفريق لا يلعب من أجل الشعار، غير واضح ما يريدونه فعلا من المباراة، وخاصة الشوط الأول. أنا عن نفسي ما وجدت الريال يلعب بالمباراة. هل يعقل في شوط كامل لا توجد سوى فرصة وحيدة كان بطلها قلب الدفاع ميليتاو المتقدم ليستلم كرة عرضية من رأس الحربة المفروض وهو كيليان مبابي؟ بس الشوط الثاني كان الريال أفضل وحسن مستواه وقدم شيء يغفر له عن المستوى السيء اللي كان بالشوط الأول. صح، وانا ما نكرت، بس انت فريق كبير تنافس على اللقب، غير مقبول ابدا انك تدخل للمباراة تلعب شوط بشوط. حتى تحافظ على حظوظك اخر الموسم بنيل اللقب يجب عليك ان تدخل كل مباراة باقصى بل باعلى مستوى لك، وخاصة ان فرق الليغا اليوم متطورة ويجب الحذر منها، وخاصة الفرق الصغيرة والمتوسطة اكثر من الكبيرة في البطولة. كلامك لا غبار عليه، وخاصة لو شاهدنا الفرق التي تعثر معها الريال لم تكن بتلك الاسماء الكبيرة. هذه اللي بدي اوصله، الريال آخر كم مباراة يدخل مباراة من دون أن يعلم كيف سيحقق نتيجة إيجابية، وبصراحة لا أضع اللوم فقط على المدرب وحده، لأن هناك بعض اللاعبين داخل الفريق لا يلعبون بالروح والحماس الذي يعرفون به. طب مين من اللاعبين اللي فعلا لسه بيلعب للانتصار؟ كورتوا بالمقام الأول، ومبابي هذا الموسم رهيب. فيني في الشوط الثاني كان أكثر حركية، أكثر نشاط، وأكثر خطورة على مرمى جيرونا، طبعا بالإضافة لميليتاو اللي قدم مباراة بالشوطين كان مستواه ممتاز. ولكن كما ذكرت كورتوا ومبابي دائما حاضرين من اجل الفريق. على سيرة كورتوا، اليوم باكثر من هجمة لجيرونا وفرص محققة للتسجيل قام بالتصدي وابعاد الخطر عن مرمى الريال ليبقي فريقه في الامل الحصول على النقاط الثلاث. وبالنهاية الفريق خذله، وايضا المدرب خذله بسبب قراءته وتبديلاته المتاخرة اللي ما لها لا طعم ولا لون. هارد لك لجمهور وعشاق ريال مدريد التعثر الثالث، وهارد لك ايضا لخسارة الصدارة لصالح الغريم. لا تنسى اشتراكك بالقناة مهم، وحط لي لايك قبل ما تمشي، وشكرا.